السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يجهز لضم صفقتين قويتين قبل كأس العالم للأندية. أهم حاجة تصلى على النبي. بدأ مسؤول النادي الأهلي الاستعداد التام لتدعيم الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا، وبدأت لجنة التخطيط للكرة التجهيز لهذا الحدث العالمي الكبير الذي يتطلع فيه مسؤول القلعة الحمراء لتقديم عروض قوية ونتائج جيدة. وفي هذا الشأن قال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي الأهلي تخطط لضم صفقتين قويتين في خط الهجوم من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق في البطولة العالمية التي يشارك فيها الأهلي بالمجموعة الأولى برفقة أندية بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأسطوري ليون ميسي وبنفيكا البرتغالي. وأكد الأهلي أنه يستعد لكأس العالم للأندية بصفقتين جديدتين. وأكد المصدر أن المشاورات داخل لجنة التخطيط للكرة تدور حول ضم صفقة قوية محلية وأخرى أجنبية يتم قيدها في قائمة الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب محلي وأجنبي للاتفاق معهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا في الفيديو القادم كل جديد، واهم حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك الجميل.